السلام عليكم. السلام عليكم. لسه مفيش حد جه على ما اعتقد. عوّل احنا شكلنا عو قوي لا. السلام عليكم. في حد جه ولا لسه يا جماعه؟ مين معانا؟ Your live you're building an audio for you. كده في لايكات وحاجات فكده في ناس بدأوا بدأت. يظهروا. منورين، ده نوركم. احنا النهارده يا جماعه عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا يخص كل الرجاله وكل الستات، كل البيوت. كل البيوت عامه. ماشي. بس عايزين اكبر عدد يكون جه علشان عايزين الناس نعرف كلها نتكلم تيجي عشان مع بعض. نعرف نقول لكم احنا بنتكلم عن ايه النهارده، لان الموضوع مهم قوي. وهيفيد ناس كتير. ماشي. ايوه، لا ليلتنا زرقاء ان شاء الله. هو الازرق ده السبب، بس يعني الازرق، اللون الازرق ده بس عشان سبب معين. ماشي. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاوتيزم او التوحد. ماشي. في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه اوتيزم ويعني ايه توحد، ومفكرين الاوتيزم ده مثلا ان هو مرض ناس عارفينه، او مفكرين الاوتيزم ده حد مختل عقليا أو عنده إعاقة ذهنية او الكلام ده كده. احنا النهارده بنتكلم عن التوحد وازاي نعرفه في سن بدري عشان يتلحق، لان عندنا مش عارفين ازاي يتلحق، يعني اصلا ما بيعرفوش يعني ايه عنده توحد غير لما الموضوع بيتاخر، بيبقى في مرحله متاخره. ماشي. التوحد اصلا ابتدى كان من كل مليون طفل بيبقى فيه طفل بس عنده توحد، وبعدين النسبة بدأت تزيد جدا لحد ما بقى كل 60 طفل. بقى بعد كده بقى من كل 10,000 بيظهر منهم طفل بس عنده توحد. بعد كده من كل 5,000، من كل 100، لحد ما وصل لحد من كل 60 ل 80 طفل. دي آخر إحصائيات معمولة بيظهر طفل بس عنده توحد. الموضوع في زيادة مستمرة. ماشي. أطفال التوحد مش معاقين ذهنيا. اطفال التوحد بيعرفوا بيفهموا كويس بس ما بيعرفوش يعبروا. بيبقى عندهم صعوبة اصلا في التواصل، لان بيبقى ما فيش مثلا ما عندهمش اي كونتاكت، ما يعرفش يبص في عينك، تندهله ما يردش عليك. في الاول طبعا الامهات بتعرف ده عن طريق ان هم بيعملوا مثلا كشف على السمع. احنا لازم اولا التوحد بيتعرف من سن، يعني لحد سنة ونص مثلا، بتبدأ ان انت تعرف بالظبط ان انت ابنك عنده لا قدر الله توحد ولا لا. في بنت كاتبه اختي عندها توحد وهي ملاك البيت وربنا يعافيها يا رب. احنا هنتكلم عن الموضوع باستفاضه لسه، يعني احنا هنقول لك ايه اللي ممكن يفيدها، وايه لو انت ما تعرفيش، لان في ناس كتير بتاخد الموضوع بطريقه وحشه. ماشي. ضروري كل احنا بنعرف الاول في سن مبكر. المفروض ان احنا من اول سنه لسنه ونص بنعرف ان الطفل ده عنده توحد ولا لا، عن طريق حاجات كتير جدا. اولا ما بتلاقيهوش بيعرف يبص في عينك. ماشي. ما بيلعبش بالالعاب بالطريقه اللي بيلعب بيها اي طفل. سنه ونص مش ملوش علاقه بالالعاب قوي قد ما هو التفاعل مع الام. انا بتكلم في اللي هو بعد سنه وسنه ونص، لو المرحله لو الحاله اتاخرت شويه، بيبدا ان هو بناخد بالنا ان هو بيلعب بالالعاب عادي بتاعت الاطفال، بس مش زي ما كل الالعاب بتلعب بيها، بيلعب بطريقه معينه. ماشي. الام هي اكتر حد هيبقى بياخد باله من ده، لان مثلا والناس كلها بيبان، بس في الفتره الاولانيه هي الام اكتر واحده بتاخد بالها من ده طبعا، لانه ما بيبقاش عارف يتواصل معاها. بس في الاول ساعات الام الموضوع بيختلط عليها ان هو بيلعب معاها بس هو ما بيكونش بيلعب. يعني في اطفال مثلا لما بيجي يقولوا مثلا ايه، بيكرر الكلام، يعني مثلا نقول له، احنا بنقعد نقول له بنحبك او بحبك او كده، فيقعد يقول بحبك زي ما هو بيسمع نفس الكلمه فبيكررها، فانت فاكره بيلعب. ماشي. الاوتيزم او التوحد ما بيبقاش عندهم رياكشنات ضحك كتير، بيبقى تقريبا طول الوقت عامل لا وساعات بيجي له حالات من الضحك هستيري، انت ما بتبقاش عارف هو بيضحك على ايه ولا مع مين. ده حالات قليله، ده غير ان في علامات وتصرفات ان هم اغلب اطفال التوحد هتلاقيه مثلا لو في ترابيزه او حاجه في نص المكان بيلف حواليها كتير جدا،
او بيروح لكورنر اللي هو مكان كده في الجنب ويقعد يحط لوحده وشه ويعيط ويصوت وحاجات زي كده، ويبقى بيسد ودانه عشان لازم بيعملوا كده. بيعمل كده وبيسد ودنه في اي كورنر ويقعد يعيط. في ناس ما بتبقاش فاهمه ده وما بيبقوش عارفين سببه ايه، بيبقوا فاكرينه سلوك وحش، لكن هو مش سلوك وحش، هو في ناس غصب عنه. بيضربوا ولادهم عشان يعدلوا السلوك ده، وهو مش سوي، هو مش غصب عنه، هو مش فاهم ده، مش عارف، هو غصب عنه بيعمل ده. وبعدين في حاجه كمان للاسف طبيا، قولي كنت تقولي ايه؟ انا نسيت كمل. للاسف طبيا ده ما تحددش ان هو كمرض، او ما عرفوش اسبابه ايه، يعني مش عارفين اسباب الاوتيزم لحد دلوقتي ايه في العالم كله، في العالم كله. في شهر ابريل 2 ابريل تحديدا وشهر ابريل كله بقى كل العالم مهتم ان هو يعمل توعيه عن التوحد. النور الازرق ده ليه علاقه باطفال التوحد. اليوم العالمي للتوحد المفروض ان هو كان امبارح، بس احنا امبارح ما كناش الشهر كله بقى ليه علاقه، بس امبارح احنا كنا المفروض نعمل الفيديو ده، بس ما لحقناش لان احنا كنا عند الدكتور وحاجات كده. عايزه اقول ان الحركات بتاعت اطفال التوحد ان هم بيجروا بسرعه وبيعملوا، يعني هم كلهم عندهم هايبر اكتيفيتي، عندهم طاقه زياده في جسمهم بيحاولوا ان هم يعملوها. فعشان الطاقه دي تقدر تطلعها بشكل مظبوط او تعالجه او ما تاذيش الطفل زياده، خليه يلعب رياضه، شوف هو بيحب يعمل ايه وخليه يعمله، لانه على فكره التوحد مش اعاقه ذهنيه. ثانيه واحده عشان احنا لازم نعرف لما نبقى عندنا طفل عنده توحد، اول حاجه بنروح نعملها بنروح لدكتور. تمام، اول ما بنبدا نحس ان هو ممكن يكون عنده توحد بنروح لدكتور، بنعمل عليه كشف على السمع الاول، علشان ممكن يكون عنده مشكله في سمع، عشان كده ما بيتجاوبش معانا بطريقه، يعني تندهله ما يبصلكش اصلا مثلا. مش سمعك، اللي عنده توحد بيبقى سمعك بس مش متواصل معاك. اكتر علاج بينفع مع التوحد ان هو يبقى في وسط اطفال اسوياء. لازم ان احنا نربي ولادنا بقى ان هم يبقوا عارفين ان في حالات ساعات ممكن تقابلنا عندهم توحد، فيعرفوا يتعاملوا معاهم. اهم حاجه التوعيه، هو لازم يختلط باطفال طبيعيين عشان يعرف يكتسب، يعمل كونتاكت معاهم، يتواصل معاهم. وثانيه واحده هنفتح النور شويه علشان في ناس كتير مش شايفانا او بيقولوا الاضاءه وحشه. ومن الحاجات المفيده جدا لاطفال التوحد ان انت تقعدوا مع اطفال طبيعيين، وان انت ممكن تجيب له كمان كلب او قطه او حاجه زي كده، ده بيبقى حلو جدا. ده حلو جدا ان هو بيبقى فيه حيوان بيعرف ان هو يتعامل معاه ويكبر معاه قدامه. هي بتختلف التوحد درجات بالظبط طبعا، ده اللي انا كنت عايزه اقوله نسيت. التوحد طبعا درجات، في ناس كتير كويسين فاهمين لان هم شكلهم طبيعي جدا. اطفال التوحد ما لهمش شكل زي مثلا الداون اللي هو الاعاقه الذهنيه بالظبط، ماشي. وبعدين ملوش سبب، الدكاتره ملوش سبب، يعني حتى لو في الحاجات اللي بيبقى عندهم اعاقه او كده يقول لك طب احنا نعمل تحليل قبل الجواز. الموضوع مش جيناتيك اصلا ولا ليه علاقه بالحاجات دي. هو قريب من موضوع الجيناتيك، بس محدش بيعرفه، يعني محدش بيعرف ان قبل الجواز مثلا فنعمل تحليل والكلام ده فيطلع. حتى بعد الجواز، يعني بعد ما بتخلفوا ما بتعرفيش ان ده عنده توحد بتحاليل او حاجه معينه في ساعتها. يعني مثلا في 4D بيتعمل للام وهي حامل، بيتعرف اذا عندها الطفل فيه مشكله زي اعاقه ذهنيه او حاجه زي كده او لا، لكن التوحد عمره ما بيبان في الحاجات دي. لازم الناس كلها تفهم موضوع التوحد ده، لان في اهالي للاسف ما بيقدروش يفهموا ده يعني انا شفت نفسي حالات كنا نبقى مثلا قاعدين في نادي او في مكان فيه اطفال، ففي طفل شكله طبيعي جدا بس تصرفاته شقيه، بيمسك حاجات مثلا يكسرها في الارض، بيصوت، بيزعق، بيعمل مش عارف ايه، بيبقى اللي حواليه متضايقين جدا وفاكرينه طفل شقي، فمتضايقين وفاكرين ان امه مش مربياه. الموضوع خارج عن اراده الام، والام نفسيتها مهمه جدا في الموضوع ده. لازم الامهات يا جماعه مهمه قوي، والام والاب مهمين جدا، بس الام اكتر واحده بتتعذب، لان اولا هي ما تبقاش عارفه تعمل ايه معاه، بتتعب نفسيا، لان هي لما بتيجي بعد كده توديه اي مدرسه او اي حاجه فما بيتقبلش، فبتبقى بالنسبه لها ابنها مش هيتعلم مثلا، فده بيبقى صدمه كبيره ليها. لو الام للاسف تراخت ووقعت يعني قدام الحاجات دي، وان هي نفسيتها باظت والكلام ده بيأثر على نفسيه الطفل، بيخلي حالته تتأخر مش تتقدم.
عادي جدا لو هو ما اتقبلش في مدارس، لان وخلي بالك يا ريت ما يبقاش في مدارس عاديه، لان هو حتى لو اتضرب في المدارس او اتبهدل او الاطفال بتعمل له حاجه مش هيعرف يجي يقول. عارفين طبعا ان حتى الاطفال الطبيعيين بيتعرضوا لحالات تحرش وبيتعرضوا لضرب وبيتعرضوا لبهدله، والطبيعي ساعات بيخافوا ما يجيش يشتكي. امال اللي مش عارف اصلا يتكلم ويتواصل مع المجتمع اللي حواليه هيعمل ايه؟ ممكن يتعرض لحاجات ما تعرفهاش بالظبط، ومش هيعرف يجي يقول. تمام. ففي حاجات اللي هي الشادو اللي احنا كنا بنتكلم عنها، شادو تيتشر ده، بس دي مش كل الناس تبقى عارفاها دلوقتي، لان دي حاله متقدمه جدا. بالظبط. ان ابنك بقى في مدرسه، فهم في المدارس بيقولوا كده كده انك هيبقى معاه شادو تيتشر، اللي هو حد قاعد معاه على طول بيتابع كل التفاصيل بتاعته. بالظبط. بس الاهم من كل ده ان لازم الام تبقى بتعرف احنا العلاج بتاع الموضوع ايه بقى؟ ان احنا نعرف نوجه الطفل. لازم نوجهه اولا مش هيتعلم لو هو مش هيتعلم هو بيحب خلاص ايه نعمله. هنشوف بقى هو متميز في ايه، لان في حالات كتير جدا من العباقره، الناس عباقره وناس كان عندهم اوتيزم وبقوا حاجه جامده جدا، لانه مش اعاقه مليون مره بنقول. لان الموضوع مش اعاقه، الموضوع ان مثلا ممكن تلاقي حد مميز جدا في السباحه، سباح عالمي عنده اوتيزم، ممكن تلاقي هو مميز جدا في كرة القدم. حتى اطفال التوحد بيلعبوا بالحاجات غير ما الاطفال العاديه بتلعب بيها. يعني مثلا انا اعرف ناس بتلعب بحاجات انا ممكن ما اعرفش اعملها، بيلعبوا باي حاجه، مثلا بيلفوها بيخلوها تعمل حاجات انا عمري ما اعرف اعملها لوحدي. ماشي. يا ريت لو حد عندنا يعرف حاجات عن التوحد برضو احنا ما نعرفهاش يبعت لنا ونقول، عشان نعرف نتكلم مع الناس ونوضح لهم ده اكتر، لان ده موضوع انتشر جدا الفتره دي، يعني الفتره القريبه اللي فاتت دي. يعني انا دلوقتي دخلت على سايت كتبت مشاهير التوحد، في ابرز 10 عباقرة عانوا من التوحد، لانه التوحد اللي بيتميز منهم في حاجه بيبقى عبقري فيها جدا. خلاص. فعندك ستيفن ويلتشر ده رسام خلاص، موهبه اللي بيرسم المناظر المفصله. انا عارف ده بيرسم ممكن يرسم لك مدينه او يعني هقول لك ايه، بورتريه كامل لمثلا المدينه بتفاصيل التفاصيل، يعني بالشباك بالاضاءه بكل حاجه بطريقه مش طبيعيه. شخص تاني اسمه دانيال تامت ده بيتكلم اكتر من 11 لغه، وبيقدر يعمل عمليات حسابيه اسرع من اي آلة حسابيه بكتير جدا. وبعدين ممكن يقول لك مثلا يوم عيد ميلادك ويقول لك تواريخ، بيحفظ اكتر من آلاف ارقام التليفونات بيقدر يحفظها. ويقول لك بقى انا شفتك مثلا يوم كذا الساعه كذا في المكان الفلاني كنا بنعمل كذا كانه كمبيوتر. يعني في شخص تاني اسمه ستيفن ألان سبيلر. ده مخرج وكاتب سيناريو ومنتج سينمائي امريكي حائز على جائزة الاوسكار في سن ال 36. اصبح من انجح مخرجي السينما في التاريخ. للاسف يا جماعه فعلا زي ما ندى بتقول، معظم الناس اللي متخصصه في كده زي مدرسين التخاطب، خد دي بقى، ومعظمهم ثانيه واحده هنقول دلوقتي الاماكن الناس المتخصصين زي مدرسه التخاطب، ومعظمهم بيتعاملوا مع الموضوع بجفاء، وبالذات لما بيبقى شغال في مدرسه فكريه. ماشي. بيتعاملوا مع الاطفال بالضرب كانهم حيوانات، وبيعملوا كده وبيقولوا شغلهم عشان المرتبات، والله مش اكتر. ماشي. فدي مشكله كبيره جدا، لان الناس فعلا ما بقاش عندها احساس زي زمان وما عندهاش وعي زي زمان. ماشي. هي مشكله في الثقافه عندنا بيل جيتس كمان يا جماعه. بيل جيتس، وعلى فكره كان الناس بيقال انه ميسي كان من المصابين بالتوحد، بس طبعا ده حد احنا عارفينه كلنا تقريبا، مفيش حد ما يعرفوش. وعايزه اقول ايه تاني، كان في حاجه عن التوحد كنت عايزه اقولها. في انجي بتقول لنا دلوقتي التوحد يقدر يتعالج بالتواصل مع اللي حواليه، ده اللي احنا بنقوله. مش بس هو ده سبب من اسبابه. ده سبب من اسباب العلاج، ان هو لازم يبقى فيه كونتاكت حواليه. جلسات التخاطب يا جماعه مفيده جدا، لان اطفال التوحد الطفل ما بيعرفش يقول اكتر من كلمه او كلمتين. طفل التوحد ما بيعرفش يقول غير مثلا اكل، ماما اكل،
ماما اشرب، هات لك مش عارف ايه. هو جلسات التخاطب بيعلموه انه نقول بقى مثلا يقول جمله، انا عايز اشرب، يقول جمله فبتفضل معاه معلمه التخاطب ان هي تفضل تعلمه ان انت تقول الجمله كذا كذا كذا. المهم عايزين برضو نقول ان هم الاطفال دول بالذات بيبقوا محتاجين حب وعاطفه غير الاطفال العاديين. لازم نديهم طاقه ايجابيه، ولازم نديلهم لان هم ملايكه يا جماعه، ده مكسب اصلا في كل بيت وفي كل الدنيا يعني. عايزه اقول لكم على حاجه. عارفين في دكتور مشهور جدا في مصر اسمه دكتور رفعت الجبري تقريبا. دكتور رفعت الجبري ابنه عنده توحد تقريبا. رفعت الجبري اللي هو مستشفيات تبارك، وهو عالج ابنه بطريقه انه سفروا بلد ما، الولد عنده انتماء للغه معينه، الماني. فدلوقتي هو بيتكلم الماني كويس جدا، وكانه مش مصري ولا حاجه، بس هو بيهتم باللغه دي، فهو عارف ينمي له الحته اللي هو بيحبها، فالولد كانه طبيعي يعني. هو بقى طبيعي بس بيتكلم الماني، ما بقاش بيتكلم لغه عربيه. هو بقى مميز جدا في اللغه دي، زي الشخص اللي عندنا هنا اللي هو دانيال تامت ده بيتكلم 11 لغه، مش لغه مش طبيعي يعني. عندهم قدره كبيره قوي على الحفظ يا جماعه، عامه اغلبهم. في مناهل ثابت دي تحولت الباحثه اليمنيه وخبيره الاقتصاد المعرفي دكتوره مناهل ثابت من فتاه صغيره تعاني من التوحد الى واحده من اذكى النساء في العالم في عمر 5 سنوات. كانت صامته. لا انا بروح التخاطب ماشي، بس انا اول مره انا بقول دي لحد انت زي اخويا الكبير اصلا. لا عادي يا فكره، مش ما فهمتش الموضوع قوي. هي نفسها بتروح مدارس تخاطب، فهي ما بتقولش لحد على فكره ده طبيعي. على احنا فكرة ممكن عادي احنا جدا. نفسنا نبقى عندنا مثلا، في ناس بتبقى عندها تأتأة في الكلام مثلا، فبتحتاج تعدل ده. روضه بتقول اينشتاين تقريبا كان عنده توحد ده حقيقي. ما انا لسه كنت هروح. ولو التوحد بيجيب عبقريه، دي تبقى حاجه حلوه طبعا. الموضوع ان هم المهم نتعامل معاه صح. المهم نتعامل مع الموضوع صح. واسحاق نيوتن عارفين كده، لان احنا لو اتعاملنا مع الموضوع غلط الحاله بتتاخر، ما بيعرفش يبقى عنده كونتاكت مع الناس اللي حواليه، بيتعب، بيبعد، بيسد ودانه، بيقعد يصرخ، بيحس ان هو منبوذ ومش مفهوم. فده بالعكس هم بيحبوا اللعب والضحك والغنى، بيحبوا يلعبوا كتير قوي لان هم عندهم طاقه مكبوته زياده. ماشي. ايوه ليها علاج طبعا. عمر بيقول ايوه ليها علاج طبعا، وضروري والنبي كل الاهالي توعي اطفالها. يعني انا دلوقتي لما يبقى معايا طفل طبيعي ونشوف طفل عنده توحد، ما ينفرش منه ويبعد، لازم نفهمه ونخليه يلعب معاه، بالعكس لازم خالص. ده احنا نقول له ده صاحبك، ده عنده مشكله، احنا لازم نساعده، لانه لعبه مع الطفل الطبيعي هيساعده جدا جدا. في فتاه مش عارف اسمها، بتقول انا والدتي اخصائيه تخاطب، وراحت تاخد كورس واتدربت في مركز توحد، بيعاملوهم معامله سيئه، يعني مش كله وحش ومش كله حلو، فخلوا بالكم. لازم الامهات تاخد بالها، لانه في ناس حقيره نفوسها مريضه بتستغل عدم وجود الاهل حتى للاطفال الطبيعيين وبيأذوهم. في حد كان كاتب حاجه ثانيه واحده، الموضوع كان مهم جدا. انا ابني عنده 4 سنوات، النطق عنده ضعيف، وبعمل له جلسات تخاطب وياخد جلسات نفسيه، ده كويس جدا. برافو. بيقولوا في حد بتقول موضوع جميل جدا. تخيلوا ان في اباء لما بينجبوا طفل عنده توحد بيربطوه في اي حاجه زي الكرسي مثلا عشان ما يتحركوش كتير ويقرفوهم. تخيلوا الوضع ده، انا بتخنق من قله الاهتمام وانعدام الرحمه. الوضع ده ممكن يدمر الطفل نفسيا. اولا ده ما يحسبش اب او ده ما ينفعش ده مش انسان، ده ما يمتش للانسانيه بصله خالص. بالعكس، هو الموضوع صعب يا جماعه، صعب جدا، واوفرلود على الاهالي انه يبقى الطفل بيتحرك بسرعه جدا وبيكسر وبيدمر. المهم كمان، بس لازم تتحمله، ده ابتلاء. المهم كمان ان احنا ما نسيبهمش مع تلفزيون طول الوقت او موبايلات او ايباد او هم بيحبوا ده، بس ما ينفعش ان احنا نسيب لهم ده، لان ده بيزود التوحد عندهم، لان هو بيحس ان هو ده الحاجه اللي هو فاهمها وفاهماه، فبيبقى الموضوع معاه على طول الوقت، فبيبعد عن البشر. مصيبه سودا بقى، ده بتبقى من اكبر المصايب. ماشي.
في حد اهو لسه كاتب برضو مش عارف ايه اسمها، الاسم غريب شويه. اكتر سبب لتوحد الاطفال هو تلفزيون واجهزه الكترونيه وعدم وجود لغه تخاطب بالبيت. لا. وعدم مخالطه الطفل بغيره. لا 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 لا, لا. في ناس بتبقى فاكره ان الطفل دايما، الامهات بيكتشفوا الطفل الاول لما بيبقى هو اول بيبي ليها، بتكتشفه متاخر شويه لان هي بتبقى فاكره انه الموضوع عادي. بالظبط. الموضوع ملوش علاقه ولا بالتلفزيون ولا بان الطفل لوحده ولا حاجه، لان في كتير مننا اتولد اول واحد مع اهله وتعلم وتعامل طبيعي. بس الفكره ان الطفل اللي عنده توحد بتبقى مشكلته ملهاش علاقه بالحاجات اللي حواليه قد ما هو حاجه محدش عارف سببها لسه. هل هي حاجه من الجو، من الهواء؟ هل هي حاجه ليها علاقه بالغذاء؟ لانه دلوقتي عاملين تحليل للنظام الغذائي اللي يتغذى بيه الطفل، اللي يتغذى عليه الطفل التوحد، لان بيبقى عندهم حساسيه في اكلات معينه بتاذيه، بيبقى عنده حساسيه ضدها جسمه، بيبقى عنده حساسيه ممكن بيض، ممكن لبن، ممكن حاجات بسيطه جدا، ممكن فاصوليا، ممكن حاجه مفيده للطفل العادي، ممكن تبقى مفيده للطفل العادي. عنده هو يبقى عنده حساسيه تخلي حالته تسوء اكتر. وفي اكلات هو ما بيبقاش سنسيتيف منها فبتبقى كويسه جدا ليه. كلامكم صحيح، متشكره جدا على اهتمامكم بطرح الموضوع ده. وفعلا الطفل التوحدي محتاج احتواء وتواصل باستمرار جدا. ونحاول ندخل للعالم بتاعه ونتواصل معاه. هي ام الطفل التوحدي، ربنا يحفظه يا رب ويعافيه، اسمه خالد، يا رب يعافيه هو وكل زيه. اسمها ندى شحاته، عايزه تعرف ابن اختها بيكرر الكلام كتير. هو عنده كام سنه يا ندى؟ وتاكدوا يعني انتوا بتندهوا له مثلا بيرد عليكم وبيسمعك وبيبص لك في عينيكي، بيبص في عينيكي ولا ما بيبصش في عينيكي؟ لان ممكن يكون بيلعب عادي. بالظبط. فلو ما بيردش عليكي او ما بيبصلكيش لما بتندهي له، اكشفوا الاول على السمع عنده، شوفوا طبيعي او لا. بعدين روحوا لدكتور نفسي اطفال وشوفوا برضو مخ واعصاب والحاجات دي عشان تشوفوا المخ عنده. ايوه. ونيوتن كمان كان عنده توحد. الناس كتير قوي من العباقرة المشهورين، العباقرة المشهورين كان عندهم توحد يا جماعه. الموضوع مش داون. الداون ده اللي هو عنده اعاقه ذهنيه، هم ما عندهمش اعاقه ذهنيه. وزي ما ده نسب فده كمان نسب. اطفال التوحد اللي النسبه بتاعتهم بتبقى عاليه قوي، دي بتبقى حاجه صعبه جدا على الامهات، لان بيبقى رافض التعامل مع المجتمع الخارجي كله. يعني ما ينفعش تخرج ويبقى ابنها ده معاها، لانه لو قعد مع حد غريب هيبقى بيصوت طول الوقت. وفي اطفال تانيين بيقدروا يتعاملوا مع المجتمع الخارجي، فده ضروري ان الام بتبقى هي اللي بتساعده من الاول، بتاخده خطوه لقدام دايما. لازم يخرج معاه ولازم يشوفه هو بيحب ايه. يجيب له كراسات رسم، بس حاولوا ما تاكلوهمش برضو حاجات حلوه كتير، لان دي بتزود الطاقه وهو مش ناقص. هم عندهم طاقه اوريدي زياده، هايبر. خلي الحاجات كلها على قد ما تقدروا اورجانيك، حاجات من البيت الام اللي عاملاها على قد ما تقدروا. ده طبعا حتى للطفل الطبيعي يعني على قد ما تقدروا، لان الحاجات اللي فيها اسمها ايه، مواد حافظه من بره، دي بتدمر اكتر الجسم وبتأذي اكتر. بالظبط. كنا عايزين، كنت بقول ايه. احب اضيف ان حاليا يقال اضطراب طيف الذاتويه مصطلح توحد بقى غير شائع، ينقسم لانواع. فيه نوع بيصيب البنات فقط اسمه ريت، وفي نوع بيصيب الولاد وهو اسبرجر. انا اتعاملت مع حالات منهم. انا اخصائي نفسي وبحييكم انكم فتحتوا موضوع من هذا القبيل للتوعيه. استمروا، ربنا يخليك. طب يا ريت حضرتك تتواصل معانا في الانبوكس. دي صابرين حسن. صابرين، يا ريت يا صابرين معانا في الانبوكس عشان نعرف اكتر عن الموضوع. ولازم كل اللي عنده اطفال توحد يعلموهم صح. بالظبط، لازم يعلموهم صح بالراحه عليهم، لان هم مش بيبقوا فاهمين. هم مش بيبقوا فاهمين كويس قوي. مش فاهمين حاجه. ممكن يبقوا فاهمين، في اطفال بيبقوا فاهمين وفي اطفال مش فاهمين، مش عارف يقول ما بيعرفوش يعبروا. وفي منهم ناس ذكيه جدا وبيتعاملوا زي الاطفال العاديه عشان لما يكبر محدش يضره. انا لسه كنت عمال اقرا واحده وواحد في اوروبا. البتاع نزل تحت خالص. الاطفال، ايوه، هو بيبقى عند الاطفال من صغرهم يا حنان، ما بيصيبش الكبار، لان هم الكبار لو عدى المرحله، لو هو عدى المرحله بتاعه الطفوله ما عندوش توحد، خلاص مش تعرفي ان هو عنده توحد لما يكبر. روني تامر اللي بتسال ايه اللي خلانا نتكلم في الموضوع ده بالتحديد، لان امبارح كان اليوم العالمي للتوحد وشهر ابريل عموما هو بالظبط. ونعرف ناس عندهم اطفال عندهم توحد. ولو عملتوا سيرش هتلاقوا العالم كله
في اليوم بتاع امبارح ده كل ابراج العالم بينوروا بلو لايت لاطفال التوحد تضامنا معاهم وتوعيه للعالم. فعشان كده احنا منورين اللون ده، وبنتمنى ان مصر كلها وكل الدول العربيه وكل العالم يبقى عارف ده. لازم نفهم، لان احنا عندنا لازم يبقى اليوم ده مش ممكن يبقى في العالم كله فيه توعيه لحاجه زي كده، واحنا بلد من اكبر البلاد في الوطن العربي والوطن العربي كله، يبقى احنا متاخرين في ده. يعني برج اللي هو في دبي كانوا منورينه بالازرق، ماشي. برج خليفه تقريبا، ماشي. برج العرب ده عندنا احنا. في واحده بتقول انا والدي دكتور تخاطب وبيتعامل مع اطفال بطريقه كويسه، مفيش يوم بيروح من غير هديه، لان هم فعلا بيحبوا الحنيه، بيحبوا اهم حاجه تبقى حنينين عليهم، بيفرق في حالتهم النفسيه جدا. عندنا قله ثقافه فعلا في مصر وفي الوطن العربي بتعمل الموضوع ده، وفي اشخاص بتنصح اطفالهم بعدم مصاحبه الاطفال اللي بتعاني من مرض التوحد عشان مفكرين انهم ممكن يعدوهم. يعدوا ايه؟ مش او الناس بتنفر من هؤلاء الاطفال. يا جماعه دي مشكله كبيره جدا. وليه ما نقولش ان الطفل الطبيعي ممكن يعدي طفل التوحد بسلوكه الطبيعي؟ بالظبط. يعني ليه ما بنفكرش بالطريقه الايجابيه اكتر؟ يعني الاطفال دول اولا انا من وجهه انا في حاجه حسيتها غريبه جدا الفتره لما قلت لك، انا ببقى حاسسهم شايفين حاجات احنا ما بنشوفهاش، ما اعرفش ليه. بيحسوا حاجات احنا ما بنحسهاش، لان انا لما في طفل توحد انا شفته قريب بحسه مش في العالم اللي احنا فيه، بحسه في عالم تاني وشايف حاجات تانية وبيتعامل مع حاجات تانية احنا ما نعرفش عنها حاجه. بصوا انا هنزل لكم الصوره دي، بس بصوا ده في العالم كله، ده في العالم كله يا جماعه. بينوروا البلو لايت ده، النور الازرق ده، عشان توعيه لاطفال التوحد في شهر ابريل. شايفين؟ ايمن ابن صاحب بابا برضو طول النهار بيضربوا ويتحركوا بطريقه مش طبيعيه، وباباهم ومامته مش مقتنعين ان هم فيهم حاجه، بيصعبوا عليا. لازم توعيهم، ولو حتى هيصدقوا بالفيديو ده يدخلوا ويبحثوا عن التوحد، يعرفوا الموضوع كبير والموضوع معروف في العالم كله، احنا بس اللي فيه ناس كتير قوي مش فاهمه ايه كلمه توحد. سوري انا اسف يا جماعه علشان في حاجه انا قلتها غلط. في نوره بتقولي على فكره يا فندم الطفل الداون مش زي ما حضرتك قلت عنده اعاقه ذهنيه، الطفل الداون هو طفل مختلف وليس متخلف. انا عندي طفل داون والحمد لله زي العسل وبيفهم كل حاجه، ربنا يخليه لك يا رب. احنا بنتكلم عن الحالات المتاخره منه، انا ده اللي كان قصدي عليه. انا اسف. احنا مش بنقول متخلف خالص، مش بنقول متخلف، الكلمه دي مرفوضه عندنا. اعاقه ذهنيه دي ممكن يبقى حد بيتعصب وبيتنرفز على اي حاجه وبيضرب حد مثلا، او بيضرب ولاده او حد اب نورمال شويه، ممكن نقول ده معاق ذهنيا، ده مجنون يا عم، اللي هو يعني حد مش متزن ذهنيا شويه. فانا اسف لو كنت قلت حاجه غلط. طبعا. لا بقى في نوع جديد بيصيب الكبار ده ايه؟ طب يا ريت لو حد يعرف يقول لنا، انا اول مره اسمع عنه يا ندى. احنا بنحاول نقرا في الموضوع اكتر ونعرف اكتر، بس اهم حاجه ان احنا عايزين كل الناس تهتم ان هم يخلوا اطفالهم يتعاملوا مع الحساسيه عندهم زياده جدا يا جماعه، فعلا الاطفال دول بيبقى عندهم حساسيه. ما بيستحملش، هو بيحبك دايما تعامله بلطف. لو انت زعقت له بطريقه معينه وانت مش ابوه او مامته ومش متعود منك على ده، انت بتبقى دمرت نفسيته، بينهار. يعني بيفضل باصص لك شويه وبعد كده بينهار. في حد اخصائيه نفسيه لو حد عنده سؤال، جودي احنا نحاول نبقى نتواصل معاكي. التوحد عباره عن اضطراب عصبي يؤثر على المخ. يا احمد يا عزقول حبيبي يا احمد. احمد لا يا احمد، عشان الموضوع مش اضطراب عصبي. الموضوع الدكاتره لحد دلوقتي مش عارفين يوصلوا لايه هو ايه سببه. في حالات توحد عمل كشف على السمع وعلى المخ وعلى القلب وعلى كل اعضاء الجسم، لقوا كل الحاجات العضويه سليمه وطبيعيه جدا. الموضوع مش معروف سببه لسه في العالم كله. في اطباء بيقدروا يكتشفوا الموضوع من سن 6 شهور ماشي عند الطفل، ده لو الام خدت بالها. وده بيبقى غالبا في الطفل الثاني، عمره ما بيكون في الاول، الا لو الام ست مثقفه وبتخلي بالها من حاجه زي كده. لان احنا عندنا الاغلب الامهات بمجرد ما بيخلفوا بيبقوا عايزين يلعبوا ويدلعوا ويعملوا فرحانين بالموضوع، مش فاهمين سلوكيات الطفل هتبقى عامله ازاي بالظبط.
مفيش حاجه اسمها طفل عنده توحد يعدي طفل تاني، ده مش عدوى. الطفل اللي عنده توحد ده ما عندوش مرض، هو ما عندوش مرض، هو مختلف شويه، مش متخلف عقليا زي ما الناس بتقول، هو مختلف عن ملوش علاقه لان في ناس هو كان لا ده بيبقى عبقري يا جماعه، بيبقى عبقري في حاجات معينه لو اتوجه صح واتعامل صح الموضوع. انا اعرف واحد نفس الاعراض دي واهله بيضربوه، بس هو بيعرف يرسم ويحفظ سريع جدا جدا. طيب بس بيضرب كتير وبيضرب كتير وبيخليه جبان جدا. ده اكيد محتاج يلعب رياضه معينه، ده لازم يلعب، هو عنده ايه، لازم يطلع الطاقه بتاعته، لازم يجيبوا له حاجات يرسم فيها طالما بيرسم كويس، ادوا له حاجات يرسم، يعني ادوا له الحاجه اللي هو مبدع فيها، سيبوه هو هتلاقيه بيتطور بسرعه جدا. حاولوا تطوروه في الحته دي، يعني لو هو بيرسم كويس جيبوا له رسومات خليه يقلدها. لو حد لو مدرس رسم جه يقعد معاه هيبقى بيفيده جدا، لانه هيبقى هو ده الحاجه المتميز فيها اللي يقدر يعمل فيها. لو بيلعب كوره حلو او بيحب الكوره او بيحفظ، خلوه ادوا له المساحه بتاعته ان هو يعمل ده. اخو واحد صاحبي عنده توحد واهله بيبذلوا معاه كل اللي يقدروا عليه وبيعملوا جلسات، يا رب يجازيهم خير. التوحد مش مرض يا جماعه، ايوه بالظبط، ولكنه اضطراب وهو مختلف شويه. عايزة تجيب اللمبه الزرقاء دي، اشمعنى الازرق؟ سوري انا لسه فاتح الموضوع اول مره الحلقه. كان في واحده بتقول انا كان معاها واحده في الجامعه عندها توحد، بس كانت ما بترضاش تتعامل مع حد ولا ترد على اي حد، فما اظنش ان اللي عنده توحد بيبقى سهل اي حد يعرف يتعامل معاه. هو اصلا ما بيقدرش ان هو يتواصل، هو نسب ما بيقدرش يتواصل معاك، يعني ما يقدرش يبص في عينك، اغلبهم ما بيقدرش يبص في عينك، ما بيقدرش يتعامل معاك مباشره. اللي كانت في الجامعه دي اعتقد ان ممكن تكون عندها مرض نفسي بنسبة اكتر من انه توحد. ممكن يكون عندها بنسبه ضئيله جدا، ممكن يبقى عندها توحد بنسبه ضئيله جدا، او ممكن يبقى عندها حاجه نفسيا اكتر من انه توحد. ممكن ترد على انا بحبك قوي قوي انت يا محمد. ممكن اسالك سؤال، هو انت حامل ولا لا؟ هو لسه مفيش اي حاجه بتقول على حاجه زي كده. علاجه قالوا لي امنيه علاجه زي ما في ناس بتدي العلاج يقول لك علاج كيميكالز ويعني ادويه وحاجات كده. والله اعلم في ناس بتقول ان ده غلط. انا بقول اللي انا عرفته من ناس عندهم اطفال في الحته دي، وفي ناس حصل لها حالات تقدم من العلاج بالادويه. بس العلاج اللي هو فعلا مميز وبيجيب تفاعل كويس مع كل الناس، بس بياخد وقت. التواصل لازم يتواصل ويلعب مع اطفال كتير عاديين طبيعيين، نسيبه يلعب ونخلي الاطفال تعامله كويس وبحنيه وتخليه يطلع طاقته. يعني تخيل انت حد كبتك وزعق لك ومنعك تعمل حاجه وانت عندك طاقه عايز تفرغها، ما هتنهار، مش تقدر. تخيل حد عنده طاقه اوفر بقى، مش هينفع يتكتم يعني. بالظبط. احنا دولة الطفل لما بيجيله رشح بنديله بريزولين عينين عشان في مناخيره، هيعرفوا يعملوا توعية ازاي في زي افظع من التوحد، هو الانطواء. وانا للاسف حد قريب جدا ليا عنده انطواء ورفض لكل الناس حتى مامته. ما هو ممكن يكون الانطواء ده تقريبا بيتعالج نفسيا. ممكن معامله في الاسره تكون اذيه طفل وهو ما يكونش توحد. بالزبط. ممكن يكونوا هم بيتعاملوا مع الطفل غلط فجابوا له اكتئاب. والله المدرسين بيبقوا اول سبب في اللي ده في المدارس. انا مدرسه وبشوف معامله المدرسين اللي بتكره الطالب في المدرسه، ده حاجه بعيده عن التوحد، دي حاجات كلها نفسيه، دي حاجات نفسيا فعلا. في مدرسين للاسف بيعملوا كده، بيأذوا الطفل نفسيا لدرجه ان هو بيكره الدراسه وبيكره كل حاجه. ده بيكون وراثه. التربيه عمرها ما كانت بالزعيق ولا بالضرب ولا بالاهانه جدا، بس هم مميزين. ده بيكون وراثه العصبي، دي وراثيه بجد. انا ولادي عصبيين بس هم متميزين في معظم المواهب. وده الوتر اللي لعبت عليه نادي ورسم واختراع، صح جدا. وبقى ريلاكس اكتر من الادويه، صح جدا. بالظبط. اكتر الادويه للطفل بيقلب مع الولاد بالعكس. هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه، ان في ناس لما جم يتعاملوا بالادويه الموضوع اتقلب معاهم بالعكس. انا مثلا هايبر اكتف على فكره، يعني انا شخصيه هايبر اكتف جدا. لو انا فضلت قاعده في مكاني
ما بشتغلش، ما بلعبش، ما بروحش، ما بعملش حاجات كتير في اكتيفيتي في حياتي، بكتئب وبقعد ساكته او ببقى عصبيه جدا. انا دي تركيبتي الشخصيه، وانا شخص المفروض ان انا نورمال. فتخيل لو حد تاني عنده في مشكله. ناس للاسف بتتعامل معاهم بخوف وتردد، وممكن نقول ان المعظم بتجنبهم غلط. واكيد دي حاجه بتاثر عليهم، بتاثر على نفسيتهم جدا طبعا، وعلى نفسيه الام، وعلى نفسيه الام جدا لان برضه. لما بتشوف ابنها مرفوض يا ريت تنصحوا الكل وتقنعوهم انهم بشر زينا عادي، بالعكس ممكن احسن مننا. وعلى فكره هم اكيد احسن مننا. اللي هيرفض ده هو نفسه معرض ان يبقى عنده منه بالظبط. يعني انا ممكن لو انا خايف على ابني من حاجه زي كده، لا قدر الله ممكن ربنا يرزقني انا بطفل يبقى عنده المشكله دي، فدي تاذيهم، دي هتدمرني نفسيا، وهتدمر امه نفسيا، وهتدمر الطفل نفسيا لو انت مش راضي ومتقبل الموضوع ومش عارف تتعامل معاه. يعني ده المشكله في نظر الناس، في نظره الناس ليهم، هو اللي بيأثر على نفسيتهم ويكبت موهبتهم، وده قله وعي وقله ثقافه. المفروض كل واحد فينا يبقى ليه دور في التوعيه زي حضراتكم. احنا مش بنعمل حاجه، احنا بس بنتكلم عن موضوع نفسنا الناس كلها تعرفه، علشان نلحق اللي ينفع يتلحق، او بيتابعنا او بيحبنا مثلا وبيتابعنا، يلحق لو في حاجه تتلحق زي حاجه زي كده. اخوه، ابن عمه، ابن خالته، جاره عنده مشكله في ابنه ومش عارف يتعامل، يفهم ان ده ايه. الكهرباء الزياده في المخ ليها علاقه بالتوحد، نسبه منها، واحيانا لما بتزيد بشكل معين بتكون صرع كمان. بس دي حاجه ودي حاجه طبعا. والكهرباء الزياده هي اللي بتعمل نشاط زياده في الحركه دي، يعني دي حتى عند اطفال طبيعيين. حد بيقول هي كهرباء زياده في المخ بتبقى سبب التوحد. اطفال التوحد بيحبوا يقعدوا لوحدهم معظم الوقت، ده حقيقي. هما وبيبقى مش عايز يعمل كونتاكت مع الناس اللي حواليه. يا جماعه اهم حاجه ساعات مسحول مع نفسه، بيعمل اي حاجه تانية. وممكن تلاقيه مثلا الطفل بيخاف مثلا من لوجو قناه معينه، يعني ممكن يبقى فاتح قنوات معينه. بالظبط. انا اعرف طفل لما بيجي وقت الاذان بيسيب كل حاجه ويروح يمسك الريموت من غير ما بيكلم اي حد، بيجيب القناه اللي بيجي عليها الاذان اللي هو بيحب يسمعه، ماشي، ولحد ما الاذان يخلص، وبعد كده يبدا يلعب تاني الالعاب اللي هو بيعملها. الموسيقى وقت النوم والقران، الموسيقى والقران مهمين جدا، بيريحوا اعصابه وبيخليه ينام احسن من الطبيعي. بالنسبه لاي حد تاني غير المسلمين، الموسيقى الهاديه اللي بتهديهم وتهدي اعصابهم. لو حد من المسلمين برضو الموسيقى برضو، يعني الموسيقى كده الاثنين في كل الاحوال، عشان في ناس يقولوا بيبقوا متزمتين شويه. في اوروبا لا في اوروبا احيانا بيستخدموا طبعا دول في العلاج النفسي للاطفال للمرضى النفسيين على فكره. ده حقيقي. يعني زي القران زي الموسيقى بالظبط. بجد انتوا من احسن الناس اللي في الدين، ربنا يخليكم يا رب، وما نتحرموا ولا احنا نتحرم منكم ابدا. الموضوع ايه عشان ما اتفرجتيش من الاول؟ الموضوع بنتكلم عن التوحد، وحاولي تعيدي الفيديو من الاول لان احنا اتكلمنا في حاجات كتير جدا ممكن تستفيدي منها. وبكره ممكن لو عرفنا ان نيجي تاني نكون معانا معلومات لو عرفنا معلومات اكتر من ناس، يا ريت لو حد عنده معلومات اكتر، يعني دكتور نفسي مثلا، دكتور تخاطب، عشان نقدر ان احنا نتكلم. انا معي ادم 9 سنوات، وقمر 8 سنوات، وجودي 6 سنوات. بجد انا تعبت معهم جدا حتى اصبحوا متميزين في المواهب اللي بيحبوها وبقوا احسن كتير. ربنا يخليهم لك يا رب ويجازيكي يعني خير، عشان انت بتحبي يعني عندها 3 اطفال عندهم توحد وبقوا مميزين جدا وعندهم مواهب جميله جدا، والكلام ده انت ست عظيم عشان تقدري ان انت تعملي ده. ستات كتير ما بتقدرش تستحمل، في للاسف ستات ما بتقدرش تستحمل، وفي ناس بيودوا اطفالهم بيتعبوا يودوهم ملاجئ وبيتخلوا عنهم وبيعملوا حاجات فظيعه. في امهات وابهات بيروحوا يودوا ولادهم مدارس داخلي يتعذبوا بالظبط، ما بيعرفوش عنهم حاجه للاسف. يعني ده حرام، ده هيتحاسب عليهم القيامه، لان ده ربنا رزقه بيه. احمد ماجد البرديني بيقول هو ممكن التوحد ينتج عن حاله نفسيه. والله يا احمد حاله الام النفسيه وقت الحمل بتفرق جدا في تكوين طبعا الطفل. في تكوين الطفل. يعني ممكن يطلع الطفل عنده مشكله نفسيه او مشكله في استيعابه، في عقله، في حاجات كتير، واحتمال كمان نسب التوحد من حاله الام النفسيه، لان لما بتبقى مكتئبه وقت الحمل او بتعيط كتير او بتتعرض لحاجات كتير هو فعلا انا ابن اختي لما يسمع الاذان بيكبر. في اطفال كتير كده جدا. في الكويت في مدارس وجمعيه، ده يوسف بيقول في الكويت في مدارس وجمعيه للاطفال التوحد، ده بيكون رغبه الاهل ان يشوفوا اولادهم في افضل حال، وده شيء ايجابي ان معظم الابهات والامهات لما بيكونش فاضيين ليهم، بس الحمد لله
لقوا ان الجمعيه والمدرسه واحيانا برضو يا وفاء نقص الاكسجين، صح؟ في كمان كبسوله اكسجين كده، لانه الاكسجين ما بيكونش واصل للمخ. يعني في حالات من اطفال التوحد وقت الولاده بيكونوا نازلين مش عندهم صعوبه في التنفس، فبيقعدوا يعملوا لهم زي مساعده للتنفس شويه لحد ما بيفوقوا. ده حد بيقول والله، حد بيقول اتعامل معاهم ازاي، تتعاملي معاهم بحنيه وتحاولي تشوفي هم بيحبوا ايه وتوجهيهم ليه، وتدمجيهم مع اطفال طبيعيين. في حد بيقول والله اعرف جيراننا يا محمد عندهم ابنهم عنده توحد ورابطينه بالجنزير، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا ما مش عارف، دول مش اهل، حاجه بشعه وتوجع القلب لمجرد انه بيلعب كتير وسكت كتير. الحين ما قررنا نوعيهم فهموها تدخل في خصوصياتهم. يعني دول مش ربنا هيحاسبهم يعني. ربنا يحميكم ويحفظكم يا اجمل زوجين في الدنيا، ربنا يخليكم يا رب. هو لازم لو انا مش قاعده مع حد لوحدي ده يبقى توحد؟ لا طبعا، لا ده حاجه تانية خالص. الموضوع بتاع التوحد ده مش بيبقى ناس مش عارفين يتواصلوا مع الناس اللي حواليهم، ممكن يبقوا فاهمين جدا. الامراض النفسيه بتبقى قريبه من التوحد، وفي ناس بيبقى عندهم مشكله في السمع ما بيبقاش متجاوبين فبيتفهم ان ده توحد. يعني بس لا، بدون ذكر اسماء، احنا نعرف شخصيه مهمه مع حد معروف عندنا، كانت فاكره ان بنتها عندها توحد لانه بنتها ما بتسمعهاش لما بتنده لها او لما وهي بتلعب والحاجات دي، فراحت عملت تشيك على السمع عندها، لقيت السمع مش مظبوط، فالمشكله طلعت مش توحد خالص، الموضوع طلع في السمع. في حد بتقول اسماء، انا ابني عنده فرط حركه وتشتت انتباه وانا اعصابي تعبت جدا، بس طبعا حاولت مع دكتور واتنين بس زعلي انا عليه مخليني مش عارفه اعالجه. هي دي يا جماعه اللي احنا كنا بنتكلم عنها يا اسماء، نفسيه الام. لو الام اتاثرت وتعبت وما بقتش كويسه مع قدام الطفل، لازم انت اكتر حد يبقى ماسك نفسه. لو ما بقيتيش ماسكه نفسك وعرفتي ان انت تتعاملي كويس، هتبهدلي ابنك وابنك هيضيع منك. لازم تبقي قويه وتمسكي نفسك وتشوفي، ما فيش حد هيستحمله غيرك فعلا. انت اللي توجهيه، تشوفي هو ايه اللي هيفيده، ايه اللي هو بيحبه، ونشوف. ولو هيجي مع دكاتره في علاج بسيط ماشي، مفيش نقدر نشوف الحاجات اللي هو بيحبها، بيحب الرسم، بيحب الرياضه، بيحب يجري، بيحب الكوره، بيحب وبعدين هو بيحب ايه. يا جماعه الاهالي اللي بتربط ولادها بجنزير وبتعمل كده، انت مش تتشرط على ربنا هو هيدي لك طفل عامل ازاي. يعني لو ما اديتوليش كويس انا هبهدله. يعني انت بتفكر ازاي او بتحسبها ازاي؟ دلوقتي بقت كل الاطفال عباره عن التليفون والكرتون، ده اكتر حاجه بتجيب توحد والله عن تجربه. لا ممكن تأذيه نفسيا لو طفل طبيعي، لكن لو طفل طبيعي ما عندوش توحد وفضل قدام الكرتون كتير ومعاه ايباد كتير طول الوقت والحاجات دي، ده ممكن يأذيه نفسيا. هو لازم تديله الحاجات دي لان بتساعده في التطور، بس مش طول الوقت، بحدود. يعني لما يبقى مثلا في تايم معين نديله الايباد بالظبط. على فكرة الموضوع ده مهم جدا، ربنا يخليك يا مريم. انا اشتغلت طبيب مخ واعصاب. لا احنا ما اشتغلناش دكاترة ولا حاجة تيتو، بس احنا بنحاول في الموضوع ده مهم جدا، وللاسف ناس كتير جدا ما تعرفش عنه حاجة، واحنا دورنا ان احنا نوعي الناس بما ان في ناس كتير قوي بتشوفنا يعني. بالظبط، فمش هنطلع طول الوقت مش طول الوقت بنهزر ونضحك، بس في اوقات بنقدر ان احنا نقول للناس لو في حاجه تقدر تفيد ولو واحد بس من كل الناس اللي بتتابعنا ده يفيدنا. وبعدين الدل على الخير كفاعله. يعني انت بتقول للناس اتعاملوا مع طفل ممكن يبقى حواليك منه وممكن يبقى ابنك زيه وانت مش عارف. انا سمعت انه بيقول ممكن ان في ناس يجي لها لما يكبر عشان لما بيكون عنده تابلت مثلا في غرفه لوحده. لا ما اعتقدش. انتوا ناس محترمين، وريت الناس كلها تعمل الحاجات المفيده، وان شاء الله في ميزان حسناتكم. امين يا رب. امين. ممكن تساعدني اني امثل؟ انا بدور على شغل، تساعدني انا امثل. يلا احنا ممكن بكره ان شاء الله نبقى نيجي تاني بإذن الله، لو عرفنا معلومات اكتر. وشوفوا الفيديو ده، وربنا يا رب يشفي كل ولادنا، ويا رب كل الاهالي تبقى عارفه كده تتعامل مع اطفال التوحد اللي حواليها ومع اولادهم، ويا رب اللي بيعملوا اذى لاولادهم ويربطوهم بجنزير او يعذبوهم انت كده معترض على رزق ربنا وعلى اراده ربنا سبحانه وتعالى، ومفيش حد يقدر يعترض على اراده ربنا سبحانه وتعالى.
ف الحمد لله، وربنا يخلي كل الملائكه. يعني انا عايز اقول ان دول ملائكه، وان انت مكانك هيبقى عند ربنا غير اي حد عنده طفل توحد مكانه عند ربنا غير اي حد في الدنيا، لان ربنا بيديله اختبار، وبيشوفوا هل هتقدر تصبر عليه وتستحمله ولا مش هتقدر. وانت في ايدك تخليه عبقري وعظيم، وفي ايدك تدمره، فحتى لو طفل طبيعي. احنا هنستأذن منكم دلوقتي. السلام عليكم. بنحبكم قوي 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 قوي، والقلب ده لكل اطفال التوحد اللي في العالم. قوي 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 قوي. ربنا يخليكم. ربنا يخليكم لينا يا رب. باي باي. باي باي.